وليلي. وكيبدا الفيلم وكنشوفوا ملكه كتمسح الزاج في واحد القهوه خدامه فيها، وعبد القادر كيصينها على برا، ومن بعد كتمشي تخلص من عند القهوه اللي كيبغي يقص لها صباعها، ولكن كتهرب منه وكتخرج وكتلقى عبد القادر كيصينها. كيمشيو للغابه وكتجلس وكيبدا يصايب لها شويه ديال نيفيا في يديها، واش حيت قسموا القهوه ولا حيت خدامه في الميناج. المهم هو تياخد شويه وقته في نيفيا وتعطيها بزاف ديال الحنان. ومن بعد كنشوفوهم راجعين بجوج. كنشوف عبد القادر من بعد خدام في المول وكيدير خدمته بنيته، تيقلب على شي حاجه واقعه، وتيلقى واحد خونا غادي كيجري وكيتبعو كيشدو وكيدير خدمه نقيه، وكيجيو صحابو كاملين باش يدخلوه للبيرو، زعما خصهم يكونوا كاملين باش يدخلوه. ومن بعد كنشوف عبد القادر وملكه في الدار جالسين مع عمو وخواتو الصغار وكيعاود لهم على البطولات ديالو، ولكن ملكه ما كيعجبهاش هادشي وكتنوض تمشي تجلس حدا جداتو وتبوس ليها راسها. وفي المشهد اللي موراه كنشوفوا عبد القادر وملكه في السطاح بجوج كيضحكوا، وملكه كتبغي تضحك معاه وكتلبس له الجاكيطه، ولكن هو بحال عزيز عليه الجاكيطه بزاف. ومن بعد هي كتقلق وكيعطيها الجاكيطه باش يقول لها راه كنتي احسن من الجاكيطه. بعد كنشوفوا ملكه في خدمتها حتى هي جالسه في الموقف ديال الخدامات في واحد السده ديال واحد المحل كيبان عليه ديال شي طيوره، ولكن هو ديال واحد السيده فورنيسوره ديال الخدامات وعندها كارت فيزيت حتى هي. وكنفهموا باللي السيده اللي كتقلب على خدامه ما اختارتش ملكه واختارت هذيك اللي معاها. ومن بعد كنرجعوا للمول وكنشوفوا عبد القادر ومصطفى صاحبه جالسين في البوزداج كياكلوا السندويتشات ديالهم وكيتفرجوا في البنات اللي كيديروا البالي في وسط المول. وفي المشهد اللي موراه كنشوفوا عبد القادر ومصطفى ولي الاخرين في اجتماع مهم مع مدير ديال المول، وواحد السيد كيبان بحال مصيفطينهم مالين المول كيشجع عبد القادر باش يستخدم العنف مع اي واحد شدو في المول. وموراه كنشوفوا عبد القادر عاوتاني وملكه في الدار كيتعشاو مع والديه وخوتو الصغار، والوالد ديالو اللي جالس بعيد وما باغيش يجلس يتعشى معاهم، وكيدير داكشي اللي كيديروا كاع الاباء المغربيين باش يجلبوا الانتباه، ولكن هو في راسو شي حاجه اخرى. وعبد القادر كيعاق به، وملي كينوض كيشدو وتيتعامل معاه بحال هو اللي بواه، كيقول له مالك اصاحبي شارب وكدير هاد الحاله هادي. وكنفهموا بلي هاد با مسكين خرج عليه الشراب ولا الكوليك وما بقى تيدير والو في الحياه، وصلت به الحاله انه تيهز الفلوس ديال مراته بالتخبيه باش يمشي يشرب بهم. وفوزي بسيدي كيختار يضوي الكاميرا ديالو هنا عند الدراري الصغار اللي كيستغلوا الموقف باش يشربوا المغناطه. ومن بعد كنشوفوا عبد القادر ملكه في بيت النعاس، ولكن هو صالون ديال النعاس فيه خوتو كاملين الصغار ناعسين في الارض، وملكه تيحاول يلقى شي فرصه ولكن هي ناعسه. وواحد الساعه كينوض خو الصغير يمشي للطواليت وهي كتبدا تضحك عليه، صدقات ما نعساش. لغد لي الصباح كنشوفوا ملكه خارجه مقلقه ما عجبهاش الحال بحال شي حاجه ما وقعتش البارح مزيان بالليل، وعبد القادر تابعها وكيوصلها للدار. وهي ملي كتوصل للدار بحال ما بغاش تمشي وبغات تبقى معاه وكتقول له دير شي حاجه ولكن ما قداش تقولها ليه. ومن بعد كنرجعوا للمول وكنشوفوا عبد القادر عاوتاني داير خدمته مزيان وما تيخليش واحد خونا يطلع في السلم الكهربائي وكيستعمل معاه العنف وتيخرجوا يلوحوا برا. وفي المشهد اللي موراها كنشوفوا عبد القادر راجع كيتكسول وعاجبو راسو وفرحان، وكيطلع نيشان وكيلوح واحد خونا من وسط الدروج، وكيطيح مع المدير نيشان دايز ديك الساعه سبحان الله، وكيديه البيرو وتيوبخو مزيان وتيقول له انت كثرتي هادشي ما يمكنش، بحال هو ما كانش جالس باش كان الاخر تيقول ليه يستعمل العنف. ومن بعد كنشوفوا عبد القادر فريستري وما عجبوش الحال وواقف كيشوف الناس طالعين في الدروج وهو ما قادر يدير والو. وموراها كنشوفوا عاوتاني بالليل في السطاح مع ملكه في البلاصه الوحيده اللي تيقدروا يديروا فيها شويه ديال الرومانسيه، وهو معلق الفيستا ديالو وكيشوف راسو واش هو قدها ولا هي اكبر منه. ولا غد لي في المول كنشوفوا عبد القادر كيقلب من نيته على واحد الزضافه اللي طاحت ليه ديال الفيستا، وصاحبه ملي كيشوفو كيضحي بزضافته وكيجيبها ليه وتيقول له ها هي لقيتها. هادشي كامل باش يعاون النفسيه ديال عبد القادر وما يحسوش بالضعف ويحس براسو سيكوريتي ديال بصح ما ناقصها حتى زضافه. ونعم الصديق. المشهد اللي موراه كنشوفوا مصطفى نيت كيسوق الهوندا وعبد القادر وملكه تيخرجوا لينا من تحت الباش، ما عرفناش شنو كانوا تيديروا تحت الباش ولكن هما تيطلعوا فرحانين وكيتنفسوا الهواء النقي. ومصطفى سايق الهوندا وتيشعل كارو وتعطيه لصاحبه باش يحس بالنشوه ديال ما بعد تحت الباش ديال الهوندا. كنشوفوا ملكه حتى هي الاول مره كتحس براسها سعيده مع عبد القادر وكتبغي كاع تاخذ ليه الكارو من يديه، ولكن هو ما تيخليهاش. كنفهموا باللي ملكه من الاحلام ديالها ان تحرر من هذه الحياه اللي هي عايشاها. ملكه لغدلي كنشوفوها دبرات عليها صحيبتها وجابتها لعند ديك السيده اللي ما اختارتهاش، وكتشوف من البعيد مولاس الدار اللي جالسه قدام لابيسين وكتكيف كارو في الشميشه بحال ما كرهاتش تكون عبد القادر عطاها الكارو البارح. ومن بعد كنشوفوا عبد القادر ومليكه مشاو للمدينه التاريخيه ديال وليلي وكيضربوا دوره، وعبد القادر بحال كيقلب على شي بلاصه ما يكونوش فيها الناس بزاف. ومن بعد كيلقى واحد البلاصه فين يبدا يشد ليها في يديها وهي كدير بحال ماشي غير شاد ليها يديها. ومورا نيشان كنشوفوهم خرجوا من الحفره بحال سرقوا شي حجره معاهم من تما وما بغاوش الناس يشوفوهم. ومن بعد كنشوفوهم جالسين في شي قهوه في الطراس وبجوج كيشوفوا بعضياتهم بزاف وكيتناقشوا في واحد العصير ديال الليمون اللي في واحد اللحظه كيولي كثر من عصير ديال الليمون، وملكه كتوريه الخلل اللي عندها في كتفها وكتعطيه شويه من اللعاب ديالها في العصير ديال الليمون. ومورا نيشان كنشوفوا عبد القادر عاوتاني داير خدمته من نيتو وداير الناس صف في الدروج ما عرفتش علاش، ولكن كتجي واحد السيده وكتطلع وما كديهاش كاع في الصف وكتدرب فيه، وهو كيتبعها وكيشدها وكيقول لها لا فين غادا، وهي كتقول ليه انت ما عرفتينيش انا شكون انا، وهو تيقول لها لا ما عرفتش، وهي كتجمع معاه بالتصرفيقه تصرفيقه مزيانه، وهو كيدورها وكيدير بحال غيصرفقها ولكن ما كيصرفقهاش وتيقول لها سير في حالك. من بعد كنشوفو كيهضر مع صاحبو مصطفى اللي تيقول ليه راك حلتي السوايع عشيري.
وكنشوفوا المدير ديال المول كيحل على واحد جوج سلم كهربائي وتيخليهم يطلعوا، واخا هما ما كيستعملوش كسلم كهربائي ولكن هما مزروبين، تيهزوا عبد القادر وتيطلعوا في واحد الطوموبيل بحال داكشي ديال المافيات. ومن بعد كيدخلوا لواحد البيرو اللي فيه واحد الصاد كيبقى يتصرفقوا تصرفيقات حنان ولكن كتار، وكيجيب شي واحد كيصورو بحال ضعيف هاد خونا مسكين، كيبدا يحسب شحال من شارج عنده في البيرو وكيحلهم كاملين. وكنشوف عبد القادر كيتعذب وكيديروا له فيديو وكيتعذب، وملكه مسكينه حتى هي كتعذب وكتفكر فيه وكتقول هاد المسخوط هذا فين مشى، كتبدا تعيط ليه في التليفون وما كيشدش. ومن بعد كنشوفوا صاحبو مصطفى جالس معاهم في الدار وكيشرح لهم شنو وقع، وبا كيتشفى فيه. ومن بعد كنشوف ملكه ومصطفى اللي تيقلبوا على عبد القادر في السبيطارات وفي الكوميساريات وفي القهاوي تا هما. ولا غد لي كنشوف ملكه رجعت الخدمه وكتفكر في عبد القادر، وكنشوف عبد القادر رجع للكارتي وهو سكران وما قادش يهز راسو كيطيح وكيهزو الدراري، وحتى كتظهر ملكه وكتجي كتهزو حتى هي معاهم. واحد الكلب اللي كان باغي يشرب رايبين اللي نزل في فم عبد القادر. ومن بعد كنشوفوا مصطفى كيضرب تحمحيمه صاحبو وكيكسلو مزيان وتيخرجو وتيقول ليه انت ما وقع والو، عاود الحياه تقدر تبدا من الاول. ولكن عبد القادر بالليل ما تيقدرش ينعس وكيفكر غير في داكشي اللي وقع ليه، وكينوضوا تيخرجوا. وكنشوفوه من بعد واقف بعين الانتقام كيتفرج في هذاك السيد اللي عطى تصرفيقات خفاف وكيشوفوا من البعيد. كنفهموا بلي عبد القادر عوال على شي حاجه خايبه، وكنفهموا ايضا بلي هذا السيد هذا اللي سكر في صالح عبد القادر شي واحد صحيح في القانون عنده مع الوراق وداك الشيء. وكنمشيو من بعد كنشوفوا عبد القادر تبعو كاع الفيلا ديالو وكيتفرج في الفيلا من البعيد اللي كامله كتبين كلشي من برا. وكنفهموا بلي هذا الاخ هذا واخا عنده هذه الفيلا كامله ما كيقدرش يجلس حتى مع مراته دقيقه واحده، وعبد القادر كيتفرج هادشي من البعيد، كيولي كيتفرج في هادشي كل نهار تقريبا. ملكه جالسه مع الفيستا ديال عبد القادر كتلمس فيها وكتقول يا ليت الزمن يرجع. ومن بعد كنشوفوها رجعت لدارهم حتى هي مسكينه لان عبد القادر ما بغاش يجي يونسها في السطح. وكنشوفوا من بعد موراس الدار اللي خدم مع ملكه قوصت عليها ملكه وما بقاتش غتجلس كميكارو في لابيسين. وعبد القادر كما قلنا مازال كيدير نفس القضيه وكيمشي كل نهار يتفرج في الفيلا من البعيد ويشوف شنو واقع. ومن بالليل كنشوفوا عاوتاني ملكه كتحاول غير دير شي حاجه مع عبد القادر، ولكن عبد القادر كيفكر غير في الفيلا وفي داك السيد وفي شنو خطر يدير ليه. كنشوف ملكه لا غد ليه مازال مع ديك السيده في الدار، وبحال الاخرى اللي كانت جابتها مشات وبقات غير هي، وكتعطيها واحد الكسوه زوينه كتقول لها راني غاده في حالي اما خذي هذه الكسوه. وكنشوفوها من بعد لابسه الكسوه متكا مزيان وواقفه كتسير عبد القادر يجي عندها، ولكن واحد خونا كيجي ينك عليها وكتمشي كتدق على عبد القادر اللي كيخرج يتبع الطوموبيل ولكن ما كيشدهاش. ومن بعد كيرجع عندها هي وكيخرج فيها الغضب ديالو وكينوما هي حيت جات عنده بداك اللباس. ومن بعد كيديها للمحل ديال الماطلات وكيقول لها اجي جلتي حدايا، ولكن هي ما بغاتش وبغات تدور في وسط الماطلات وكتبقى تدور وهو تابعها. ومن بعد كنشوفوهم راجعين في الطوبيس وهي بدات كيدخلها الاكتئاب وبقات باغا كاع هاد العلاقه يمكن، وهو كيشوف فيها وما فاهم والو كيفكر غير في الانتقام من داك خونا اللي تكرفس عليه. وفي المشهد اللي مورا كنشوف عبد القادر كيمشي للمول كيبدا يبرز في داك خونا اللي جاب لاصو، وصاحبو كيقول ليه الله ينعل الشيطان سير بحالك صاحبي. ومن بعد كنشوف عبد القادر كيكحل صاحبو بحال كيتدروغاو بشي طريقه ما عمرنا ما عرفناها. ومن بعد كنشوفهم بالليل جايين في الهوندا باش يخرجوا الغضب ديالهم بشي حد لاباس عليه. صاحبو فايتلو شاف شي ساطا وبغى يعتقها، وكيشدو خونا وكيبدلوه تيحيدوا له حوايجو وتيقولوا له خيتي تمشي بحالها ابطال تبارك الله. ومصطفى الظريف تيحط القرعه صاحبو وتيشرب منها وتيلوحها. وكنشوفوا مصطفى من بعد كيشم التليفون ديال هذيك الساطا اللي عتقوها. وموراها كنشوفوا ملكه غاده وعبد القادر تابعها وهي ما باغاش تهضر معاه بحال ولات كتقلب عليه، ولكن عبد القادر ما كيتفاكش كيركب معاه في الطوبيس. وفي الطوبيس كيلقى مو كطلب وكتجي حتى لعندو بحال ما كتعرفش ولدها من اللور، كيشدها وتيوقف الطوبيس وتيهبطها في الخلا. وكتبعو الملكه اللي كتحاول تكالي على مو باش ما يضربهاش. عبد القادر هنا كيطلع ليه الدم وكيخليهم بجوج وكيمشي يجلس عند الحلاق مع صاحبو مصطفى اللي كيكب ليه اتاي وتيقول له هاني يا صاحبي ماشي مشكل لقيتي الوالده كتطلب. من بعد بالليل عبد القادر كيجي عند ملكه كيدق عليها وما كتبغيش تحل ليه، وفي حركه سوريه منه كيبات فوق من الباب. في الصباح كتخرج كتلقاها كدير راسها بحال ما شافتوش وكتدرم، وهو كيتبعها وكيلصق فيها وكيبقى يهضر معاها ولكن ما كتسمعش ليه. من بعد كتمشي هي للخدمه في النهار الاخر ديالها في الدار عند السيده، وموراها كيتبعها هي وصاحبتها غادي للبوتيك ديال الحوايج. كيوقف وكتجي عنده صاحبتها وكتقول له راه ما بقاتش باغا غير بعد منا. هنا عبد القادر كيتفكر تونس وكيبغي يدير بحالو وكيشعل في الجاكيطه ديالو العافيه. كيجيو الناس كيتجمعوا عليه وتيحاولوا يدفعوا العافيه، وملكه كتخرج هي وصاحبتها كتشوف داك المنظر وكتجرى صاحبتها وكتقول لها خليه عليك هذاك لوزر. في المشهد اللي موراه كنشوفوا مصطفى جاي يخطف في الباركينغ ديال الطوموبيلات مكسم وهاز البوكي د فلور وتيجي بيديه حتى الفخ اللي نصبوا ليه الكليميني، تيعطيه وقت ديال العصا وتيخليه يسيح في دمه حدا الطريطوار. وفي المشهد اللي من بعد كنمشيو لعند ملكه خدامه في الصواري ديال السيده اللي باغا تجمع شويه ديال الفلوس باش تعاون راسها، وبطبيعه الحال عرضت على هذاك اللي تعدى على عبد القادر ومراته وواحد اخرين بحالهم. ملكه كتسر بهم كاملين، وفي واحد اللحظه كتلقاهم كيتفرجوا في الفيديو اللي فيه عبد القادر كيتعذب، وهنا حتى هي كتفهم باللي ما يمكنش تبقى هنا، وكتلوح الطابليه وكتمشي تقلب على عبد القادر اللي كتلقاه في السبيطار بصاحبو مصطفى، وكيتجمعوا بثلاثه وكيرجع الحب اللي بيناتهم.
من بعد كتحاول تقنعو بزز باش تقول له يمشيو بحالهم من هاد المدينه كاع. عبد القادر ما كيبغيش في الاول، ولكن في الاخر كيتقنع عليها. كنشوفوا غد اللي كيسلم على خوتو الصغار كيركبوا في الطاكسي وخارجين من المدينه. في واحد اللحظه مول الطاكسي كيبدا يهضر على الظلم اللي واقع عاوتاني، وهنا عبد القادر تيقرر عاوتاني يكمل داكشي اللي بداه، وتيقول لها تسينو في البلاصه اللي كان تيشوف منها الفيلا، وهو هاد المره غيدخل الفيلا وغيلقى شي حاجه اللي غيشدها عليه. تيدخل وتيدوز بزاف ديال الوقت في الفيلا من مور ما لقى داكشي اللي بغاه، وهو تيقيس الحوايج. وفي واحد الساعه الوقت كيولي كيدوز بالزربه، وخونا مول الدار كيولي راجع للدار بكري، وملكه ما قداش تعيط على عبد القادر وكتمشي حتى لعندو وكتجرو. في الاخر تيسمحوا كاع في الدلائل اللي لقى، وتيهربوا بجوج تحت المفرقعات في السماء. وهكا تيسالي وليلي الفوزي بن سعيد. الى عجبكم هذا النوع ديال الملخصات تقدروا تشجعونا باللايك والسبسكرايب، والى عندكم اقتراحات افلام بغيتونا نديروا لها ملخص بنفس الطريقه تقدروا تكتبوها لنا في الكومونتيرات. ونتلاقاو في الحلقه الجايه. تشاو.